كشف المفتري عبد الحميد النجدي. الآن بالنسبة لي إذا استشهدوا بالكافي، هل يعتبر استشهدوا بمرجع من مراجعكم أم لا؟ إذا استشهدوا بالنسبة لي لنا السؤال أي لكم. نعم. أولا لا بعد اختصار يعني باختصار. أولا الكافي عندنا كتب 4. هذه الكتب 4 من الكتب تعتبر يعني المهمة والأقدم الكتب لدى الشيعة. يعتبر كتاب الكافي من أقدمها. نعم. وكتاب الكافي للكليني أو نتمكن أن نقول من أتقنها. ليس كل ما في الكافي صحيح، وإنما بما أن لدينا باب الاجتهاد مفتوح، فالمجتهد هو الذي يصحح الروايات، هو الذي يقول درجة كل مجتهد له نصيب في تصحيح الرواية. فهم إذا تحدثوا من الكافي لم يخرجوا بعيدا عن لا قد يأتي بحديث ضعيف لا أو برأي بالنسبة للرأي ذاته. لا ليس كل ما في الكافي نحن نسلم به. طيب أوكي. أنا أخذ المحب نفهم المسألة دي، وأنا أضم رأيي لا لابد أن نعلم يعني بالنسبة لهذه الكتب. طبعا أنا قوله عبد الحسين شرف الدين عندي مقدم على قول المناظرين بلا شك. طيب هذا مرجع كبير عندهم، وليس هذا كلام عبد الحسين شرف الدين وحده. هذا هنا الشيخ المفيد طيب يقول كتاب الكافي من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة. كلام صحيح. ويقول الشهيد الأول محمد بن مكي الكافي الذي لم يعمل للإمامية مثله. طيب المجلسي يقول سيما كتاب الكافي الذي لم يصنف في الإسلام مثله. لم يأتي أحد قال أصح كتاب صحيح. قال الفيض الكاشاني بعد أن ذكر الكتب 4 قال الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها. القمي عباس القمي لا تقاطع. هو يقول عباس القمي يقول ألف الكافي الذي هو أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات الإمامية الذي لم يعمل مثله. الاسترابادي يقول وقد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه. أنا لا أريد شيئا من هذا. طيب شرف الدين الموسوي المرجع الشيعي الكبير عندهم ماذا يقول؟ الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه متواترة مقطوع بصحة مضامينها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. ويقول هذا محمد صادق الصدر يقول والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه هو أن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب 4 وقائلة بصحة كل ما فيها، أنا أصدق محمد الصدر وشرف الدين الموسوي أو أصدق هذان أعلم منه عفوا. لا تقاطعني. هذان أعلم منه في مذهب الشيعة عفوا قاطعوني أخذوا من نقطي. طيب وهذا الطبرسي يقول الكافي بين الكتب 4 كالشمس بين النجوم، وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودع فيه وتورثه الوثوقة ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها. بل إن الكليني مؤلف الكافي ذكر أن الكافي صحيح كله عنده، وأقوالهم كثيرة موجودة. طيب خلاص عندي انتهى وقتك الآن. أنا أريد فقط أعزائي